المعجنات. عندي هالعجينة معتمدة عندي من سنوات، أسوي فيها كل المعجنات والخلية أسويها من نفس العجينة. عندي كوب ماء دافي وكوب حليب دافي وملعقة كبيرة خميرة وملعقة كبيرة سكر، وعندي نص كوب زيت، وأضيف كوبين من الطحين وأخلطهم مع بعض وأخليهم تقريبا 10 دقايق حتى بس تتفاعل الخميرة. أضيف لها 3 أكواب طحين وأودي العجانة أعجنها لمدة تقريبا 10 دقايق. على طول أبدأ بتشكيلها، ما يحتاج اني اخمرها، تطولوا عليها على طول شكلوها عشان ما تطلع ريحة الخميرة. هنا اخذت جزء من العجينة واسوي فيها البيتزا، مديتها في صينية الفرن. اول شيء دهنتها بالزيت ورشيتها شوي سميد، وامد العجينة بهذا الشكل وادهنها بالجبن السائلة واحط عليها الصلصة. طريقة تصويرها اكتب لكم في تحت الفيديو. وهنا حطيت الجبن موزاريلا وفلفل احمر ملون اللي عندكم متوفر، وشرايح زيتون والبيبروني وطماطم صغنونات كذا، وادخلها الفرن. هنا راح اسويها بالجبن والزيتون، عندي جبن فيتا قليل الملح وجبن موزاريلا وزيتون وزعتر، واسكرها بهذا الشكل وادهنها بالزعتر والزيت واصفها بالصينية وادخلها الفرن. هنا سويت هذا الشكل. طبعا نقدر نسوي الاشكال اللي احنا نحبها ونفضلها. هنا سويت حبات صغيرة من الزعتر ودخلتها الفرن، وهنا خلاص صارت البيتزا جاهزة والعجينة تجنن قطنية. هنا طلعت اللي بالجبن وهذا شكلها بعد الخبز، وأتمنى تجربوا الطريقة لأنها جدا لذيذة، وهذه عجينتي المعتمدة من سنوات طويلة. وشكرا للمتابعة. عليكم ورحمة